السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على كل أهلاوي جميل، على كل أهلاوي عظيم، على كل أهلاوي بيحب ويشجع ناديه من قلبه وبس. طيب، طبعا بما إننا كلنا مستنيين المباراة النهاردة وعندنا شغف وعندنا يعني توقع رهيب وترقب ومستنيين المباراة بفارغ الصبر. ان شاء الله يا رب انصرنا، ان شاء الله يا رب نكسب، نعمل مباراة كبيرة وتبقى اول 3 نقط لينا في المجموعة. بس بما اني يعني فاضل شوية حلوين على الماتش، فانا حبيت اعمل فيديو سريعا كده عن موضوع كان تم اثارته الفترة اللي فاتت وتم تداوله من بعض الاخوة الصحفيين. الموضوع ده بخصوص تصنيفات الفرق المصرية والأوروبية، وعلى أي موقع وعلى أي مكان تقدر تلاقي المعلومة الصح ومدى الصدق ومصداقية الموقع اللي انت بتجيب من عليه المعلومة. طبعا الشغل اللي حصل ده شغل صديقي واخويا وحبيبي الأستاذ إيهاب بهجت، هو اللي جهز الملف ده. ولكن يعني الراجل عنده ظروف صحية ما، فأنا طلبت إذنه إن أنا أتكلم وأوضح التفاصيل الموجودة في الملف، فهنبدأ مع بعض على بركة الله. طيب، الملف هنبتدي أهو زي ما مكتوب: دليل المصداقية في البيانات الرياضية من IFFHS. تمام، ده الملخص الشامل اللي عمله الأستاذ إيهاب، وطبعا راجعناه سوا. ويمكن هو يعني هو اتعمل ساعة الفترة اللي الجدل فيها طلع بخصوص ماتش بيراميدز أو ترتيب بيراميدز، آسف. ولكن فهتلاقوا ممكن يكون بعض الأرقام لقيمة تسويقية للنادي، فهتبقى قديمة شوية مش محدثة. خلينا نبدأ. طيب، عندنا الأول الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم اللي هو IFFHS. تمام، التقييم بتاعه منخفض المصداقية، بياخد 2/10. ليه؟ لأنه غير رسمي، لا ينتمي للفيفا أو أي اتحاد معترف به، ومنتقد أكاديميا، وصف بأنه غامض، وعرض ل يعني لمصلحة ما أو لشخص ما كان بيحاول إن هو ينشر عليه يعني اخبار معينة. طيب، وحتى رفض اعلاميا، وحتى وكالة الانباء الالمانية الكبرى ترفض نشر تصنيفاته. في تناقضات واضحة ظهرت في الفترة الاخيرة اللي هي حطوا فيها بيراميدز ان هو واخد ترتيب اعلى من الاهلي عكس جميع المصادر، وهنستطردها تباعا في الملف. طبعا هم كانوا حاطين ان بيراميدز في المركز ال61 عالميا والاهلي في المركز ال62، لكن طبعا ارض الواقع بطولات ومحافل ونهائيات وكؤوس تختلف تماما عن الواقع الرياضي اللي احنا شايفينه كلنا من 1907. طيب، ايه المواقع او ايه المصادر الموثوقة اللي انا اقدر اخد منها المعلومات او التصنيفات اللي انا بدور عليها؟ في عندنا المؤسسات البحثية والأكاديمية البديلة. تمام، عندنا مختبر وارتون في جامعة بنسلفانيا، عندنا مركز كارنجي ميلون لسنة 2024، ده الأحدث والأكثر تقدما. عندنا مختبر جامعة فلوريدا، عندنا مشروع جامعة أدنبرا، في أكثر من 170 طالب ومدرسة شغالين على التصنيفات وشغالين على الإحصائيات. عندنا برضو التجارية المتقدمة، ده معيار الصناعة العالمي اللي هو كنت أنا منزل له تويتر من شوية، موقع أوبتا سبورتس. ده برضو مصدر موثوق جدا وبيعتمد في تقييماته على قياسات حقيقية في تاريخ الأندية. طيب، عندنا برضو ستيت بومب، وعندنا ترانسفير ماركت. تمام، التصنيفات الموثوقة للأندية المصرية، ده الجزء اللي يخصنا، خلينا نتكلم دلوقتي. طيب، عندنا فوتبول داتابيز اللي هو ELO. تمام،
الاهلي في المركز ال 28 عالميا 1712 نقطة. بيراميدز في المركز ال 65 عالميا 1640 نقطة. الفارق 37 مركز لصالح الاهلي زي ما احنا شايفين. زي ما ذكرت في بداية الفيديو انه الارقام دي مش accurate لان الملف ده كان متجهز من بدري، فالقيمة التسويقية دلوقتي للاهلي اصلا فرقت كتير، تقريبا 51 مليون او 52 مليون. طيب من خلال موقع اوبتا باور رانكينج، الاهلي في المركز ال 99 عالميا، الاول افريقيا. بيراميدز اصلا غير مدرج ضمن افضل 100 نادي عالميا. تمام. وعندنا المصادر التي لا تضم الانديه المصريه، اللي هي يعني ما بتركزش علينا، بتركز على الدوريات الاوروبيه الكبرى زي كلاب ELO، جلوبال فوتبول رانكينج، تيبس، GG 538. طيب ايه الملخص او ايه الاجمال من الكلام ده كله؟ جميع المصادر الموثوقه تتفق ان الاهلي يتصدر مصريا وافريقيا. طبعا بعيد يعني بيراميدز واخد مركز تاني، طبعا كلنا عارفين واخد مركز مين وركب مكان مين. طبعا زي ما قلنا في البدايه IFFHS اللي هو الاتحاد الدولي للاحصاء ده غير صحيح، وتصنيفاته غير وقياساته غير لا تعتمد على الواقع بأي صلة، وحتى فيها بعض الأمور اللي انت تقدر يعني تدفع فلوس وتحط الرانكينج اللي انت عايزه. طيب انا مش هخش في التصنيفات دي كلها، ولكن خليني اروح عند في اهي دي الثلاث روابط ل التقييمات. عندنا العالمي والافريقي والاوروبي، فوتبول داتابيز دوت كوم، رانكينج وورلد، وفي عندنا رانكينج سلاش افريكا، وفي رانكينج سلاش يوروب. اتمنى تكون المعلومات دي افادت حضراتكم، قدرنا نفهم فين الصح وفين الغلط، ايه المصادر اللي ندور فيها وايه المصادر اللي ما ندورش فيها او نعتمد عليها. بعتذر عن اي لهجة اتكلمت بيها مع اي حد او اي زميل ليا، ولكن حضراتكم يعني ناس صحفيين كبار، ليكم كلمتكم مسموعة، الجمهور بيسمعكم، فأتمنى انه يكون مفيش منطقة رمادية في الامور دي. اتمنى انه يكون المنطقة دي لما تيجي تتحرك فيها يا تجيب معلومة رسمية وصريحة وأساسية ومن مصدر موثوق، يا إما ما تعلنش عن أي حاجة مش من مصدر غير موثوق، بعيد بقى عن الموقع اللي اسمه RB ده ولا اسمه ايه ايا كان. في مواقع كتير دي بتبقى عبارة عن منتديات، عبارة عن جروبات، اي حد يقدر يخش يعمل اكونت او يبقى حاجة اسمها كرييتور او كونتنت كرييتور، يقدر يسجل ويقدر ينزل اي داتا. المواقع دي يا جماعة كانت او ما زالت بتتكلم عن يعني بتاخد بياناتها من الناس، مش بتروح ترجع ليه المصادر الأساسية والدولية المعتمد بيها في تقييم الفرق. أتمنى أكون وفقت في الطرح ووضحت الأمور، وأتمنى أنه الناس تركز أكتر من هنا ورايح. شكرا، سلام عليكم.